لابتوبات جيمنج معموله اصلا للالعاب، مش ببيع لك ورك ستيشن وبقول لك ده لا بيشغل العاب، انا ببيع لك لابتوب جيمنج بالفعل. بص بقى يا ريس، لابتوب ديل الينوير ام 15 وام 17 بشاشات 144 هرتز. انا هوري لك اللي انت عمرك ما شفته في اي لابتوب. ده من شركه ديل بس مخصص للالعاب بس والبرامج الهندسيه التقيله. بص كده يا ريس، ده اوبشن ممكن تخلي كل زرار ينور باللون اللي انت عايزه، وكمان في اوبشن ان انت ممكن تشتغل بعينك مش بس بايدك وتمسك اللابتوب. بص يا ريس من بعيد، بص انا باصص فوق، ببص تحت، ببص شمال، ببص يمين، بتدوس كليك تعمل اللي انت عايزه بعينك مش بايدك ولا بتمسك ماوس ولا اي حاجه. بص يا ريس الحلاوه، فانتين كبار جدا، ده ما يعرفش يعني ايه سخونيه. لابتوب معمول اصلا عشان يشتغل العاب بشاشات 17 بوصه وشاشات 15 بوصه ب 144 هرتز. اطحنوا العاب، شغلوا من الصبح لحد بالليل، افضل العب عليه عشان شكله ومواصفاته معموله عشان كده. بص يا ريس، ليد في كل حته، ار جي بي من تحت ومن فوق، علامه الانوير المميزه وباسعار تحفه. كل اللابات الموجوده اللي انت شايفها دي بلزقه المصنع يا ريس. بص هتشيل ستيكر المصنع بنفسك، جديد من غير كرتونه. الله اكبر، تحفه. والشاشات 144 هرتز وباسعار بسعر ورك ستيشن العادي، الزد بوك الجي 8 والجي 7 والحاجات دي. لابتوب مميز جدا بكارت شاشه ار تي اكس 6 جيجا وار تي اكس 8 جيجا. اللابتوب ده مخصص للالعاب فقط، ار جي بي يا ريس بكل الالوان اللي انت عايزها. لابتوب ديل الينوير جيمنج اسمه ام 17 ار 2. ابحث بس عن العلامه دي هتلاقيها بارقام كبيره. انا النهارده هبيعه لك بسعر ورك ستيشن العادي. لابتوب جيمنج يا ريس وبرخص التراب حرفيا وبحالات كالجديد تماما. لو عايز تعرف السعر سيب لي كومنت او ابعت لي رساله، هبعت لك كل الموديلات المتاحه والاسعار، وحاول تلحق لك واحد عشان الاسعار دي مش موجوده كتير. الجهاز موجود بجميع فروع ميجا ستور في اسكندريه والقاهره والجيزه، وطبعا متاح شحن لجميع المحافظات يا ريس، وطبعا بالضمان والحالات كالجديد تماما. ميجا ستور اكبر تشكيله لابتوب حرفيا هتلاقيها في مصر.